كل سنة وانتم طيبين ورمضان كريم علينا وعليكم مع مطبخ علي علة. واول مرة تتابع قناتي انا علياء، يا ريت تتابعيني وتعمل لايك واشتراك وسبسكرايب عشان اقول لكم كل حاجة حلوة وكل حاجة للمبتدئات. النهاردة كانت عندنا عزومة العيلة كلها، كانت حاجة كده تحفة تحفة تحفة. احلى حاجة في رمضان انك بتجمعي الحبايب كلهم، ورمضان كريم واللهم بلغنا رمضان. لا فاقدين ولا مفقودين. بصوا يا جماعة الجمال، كان بقى العزومة النهاردة على كبسة ومندي وصواني بطاطس ورقاق وسمبوسة بالجبنة وباللحمة وبالخضار وسلطات ودي طبعا لحمة جديان وصواني البطاطس باللحمة وبالعكاوي، وهنا الفراخ معمولة مندي ومخلل. بصوا الحاجة كانت دايبة دوب وكانت تحفة، وأهم من ده كله إن الكل كان متجمع ولسان عصفور، وكانت سفرة حاجة كده فاخر من الآخر، وكان الأكل زي العسل وألف هنا الكل اللي كل منه. هنا كانت لحمة الجديان معمولة مندي، معاها لحمة كندوز في الصواني، وكانت فراخ معمولة برضو مندي، والرز كان 3 أشكال، حمرا وصفرا وبيضة، والسلطة بتاعتها اللي بالطماطم والكزبرة والفلفل. يعني كانت حاجة كده تحفة بجد مهما اوصف لكم. المهم كانت زي ما قلت لكم لمة العيلة، واليوم كان جميل جدا. ايه رأيكم بقى في الجمال ده؟ بصوا مكوكة ما كانش عندها صبر المغرب تبدأ. اكتبوا لي بقى في تعليقاتكم الجميلة وقولوا لي ايه رأيكم في الحاجات الجميلة دي، وايه رأيكم في السفرة الجامدة دي. يعني رمضان كريم وبيحب الجماعات وبيحب التجمعات، وتروحي وتيجي وبنتعزم ونعزم. يعني اللهم بارك، كان يوم تحفة. وقولوا لي بقى ايه رأيكم في الأكل الجامد ده، أنا عملته معكم قبل كده كذا مرة، فحبينا نأثر عليكم واحنا عملنا حاجات في البيت وحاجات عاملينها بره، لأن كانت الكمية كبيرة. ورمضان كريم علينا وعليكم. وهنا كانت المية والعصاير، التمر والصوبيا والبلح باللبن والتمر اللي كده اللي بيحب يفطر على تمر كده. فكان يوم جميل جدا. يعني مهما اوصف لكم مش هقدر اقول لكم. يا ريت بقى تخشوا كده وتكتبوا لي في كومنتاتكم الحلوه ايه رايكم في عزومتنا الجميله الحلوه دي. قولوا ايه رايكم في اكلنا، وتعالوا اتفضلوا معانا. ورمضان كريم وكل سنه وانتم طيبين مع مطبخ علي.